الله الرحمن الرحيم. أنا أخت الشهيد محمد يسري الدمياطي. طبعا احنا جالنا الخبر بمبادرة من رئاسة الجمهورية بأن احنا نسافر علشان نقعد مع الرئاسة لتحقيق مطالبنا. وطبعا هو الرئيس محمد مرسي لو هو عايز يحقق مطالبنا كان من الدرجة الأولى طلع قال القرار وبعد كده احنا نعمل الزيارة، انما هو ده مخطط. انا شخصيا من وجهة نظري انا رافضة موضوع السفر من امبارح. انا ما سيفتش رقم بطاقتي ولا اسمي بالمغادرة بره البلد، لان ده كده يعتبر انا بهدر دم اخويا. دي حاجة. تاني حاجة من باب تاني دي يعني ده مخطط سياسي من ان الشعب اللي كان متضامن معانا متعاطف معانا طبعا هو يبقى في هجوم، يعني يبقى فيه هجوم من ناحيته لينا، فده طبعا مش هيحصل ابدا. انا بقى ببلغ رساله للدكتور محمد مرسي عن لساني. طبعا هو يصدر القرار، لو كان طالع يصدر القرار، وبعد ما يصدره احنا في تحقيقات وفي قصاص. يعني هي خالصه مع الرئيس محمد مرسي بكل المقاييس. بس انا اخو الشهيد وائل احمد البدوي. اول حاجه احنا رافضين نسافر، لان احنا اول حاجه اول هو اللي متلوث بدمنا، هنسافر له ازاي؟ وهو اول حاجه لازم يعترف بهم شهداء ويطلعها على التلفزيون ويعترف بينا قبل ما احنا نروح له. لكن احنا ما احناش هنروح نطلبها منه احسان ولا حاجه، وطالما وكل بورسعيد مأيده اللي احنا ما نروحش، مش هنروح، مش هنصغر بلدنا. بتطالب بايه تاني؟ اطالب بالقصاص، وهم كده اصلا شهداء، مش عاوزها مني. هم احنا معترفين، طالما بورسعيد معترف ان احنا شهداء يغنيني كلمته. كان المفروض يطلع يقولها من الاول بدل ما كان يطلع يشكر الداخليه اللي هو كان اساسه هربان من السجن. اتفضل. انا اخو الشهيد عيد صلاح. انا رافض اساسا السفر اصله وفصل. ده الراجل اساسا يعزمنا على كوبايه عصير عشان يديني كلمه شهيد. انا مش عايز كوبايه العصير بتاعته. هو يقول ابن اخويا شهيد وانا اساله مصر كلها وادرس الاهل اساله له عصير واغديهم واشربهم واكلهم. مش لازمنا كوبايه العصير بتاعته اللي هيعزمنا عليها ويقول لنا اتفضلوا كلمه شهداء. احنا ما رضناش نركع للاخوان، هنركع له هو والاخوان عشان ناخد كلمه اخونا؟ مش لازمانا. رفضنا وبورسعيد كلها رفضت الركوع ليه؟ مش هنركع غير لرب العالمين. هو ربنا بس اللي هنسجد له وهنركع له. غير كده هو يفضل زي ما هو واحنا زي ما احنا، والبلد كلها معانا، ما فيش حد معترض ولا في حد بينزل بالعافيه ولا بالاكراه. الناس لما شافت كل نزلت من تاني ومن جديد. بعد الضرب اللي حصل فيهم وبعد البهدله اللي حصلت فيهم نزلوا لوحدهم من غير ما يقول لهم حد ينزلوا، لوحدهم راحوا جايين ومتجمعين. مش عصيان احنا مش عاملينه، لا هم البلد كلها عامله عصيان عشان خاطر الناس دي، عشان خاطر المصابين وعشان خاطر الشهداء وعشان خاطر المساجين، مش خاطر شهيد واحد ولا مصاب واحد ولا اي حاجه. خليه هو في مكانه واحنا في مكاننا كده اهوت لما نشوف هي هترسم معانا يعني. دكتور شريف صالح ممثل القوى الشعبيه بورسعيد. هناك ظلم بين وقع على شعب بورسعيد الكل يعلمه. كان هناك احكام ظالمه على اهل بورسعيد، ثم نتيجه الاعتراض السلمي لاهل بورسعيد كان هناك قتل متعمد للشباب الابرياء، قتل بدم بارد. صار شعب بورسعيد كله واعترض على العشوائيه والظلم والقسوه التي تمت بها التعامل مع شعب بورسعيد. فنتيجه وكان هناك مطالب رئيسيه لشعب بورسعيد لم تسمع الدوله ولا النظام لمطالب اهل بورسعيد وقوبلت بالتهميش. فكان نتيجه هذا تصاعد الاعتراض والعصيان الى ان وصل الى عصيان سلمي. عصيان سلمي تباهت او المدن الجمهوريه كلها والدول بهذا العصيان. فقد خرج الالاف في مسيرات وتعطلت المصالح بطريقه سلميه، لم تشهد اي عنف، حتى لم تظهر طوبه في هذا العصيان. ثم تدرج الامر الى ان ظهرت الشرطه وقامت باستفزازات. فبعد هذه الاستفزازات كان هناك عنف بدأ من الشرطه وقتل ابرياء اخر.
46 يوما، وكان هناك تهميش واضح من السلطة وعدم اي سماع وعدم اي اهتمام بمطالب اهل بورسعيد، وثم وتتعامل معنا الدولة بمنطق الابتزاز السياسي. عندما تم الضغط عليها واصبح لا مفر من تحقيق المطالب، طلبت ان الناس يروحوا لها حتى لغاية في مكانها حتى يحدثوا العالم كله ان شعب بورسعيد استسلم لهم. شعب بورسعيد لن يستسلم ابدا للطغاة، شعب بورسعيد هو رمز النضال والبطولة والكبرياء، ولن يستسلم ابدا لهم. واعلن اهل بورسعيد واهل شهداء بورسعيد بكل كرامة وبكل بسالة انهم لا يرفضوا مقابلة الرئيس ويرفضوا المساومات على دم ابنائهم. شكرا.